بنصور جنازات أهالينا، وبنصور دموعنا وهي نازلة، وبنصور الخير اللي بنعمله في الفقراء. خد بالك، هو أنت كده بتعمل خير؟ الإنترنت محيط عظيم الإمكانات، لكن السباحة فيه دون بوصلة واعية قد تقودنا إلى الغرق في دوامته. الرقي الحقيقي اليوم لا يكمن في التواجد الدائم على الشبكة، بل في القدرة على الانفصال عنها بإرادة حرة للاتصال بما هو أعمق وأبقى، ذواتنا الحقيقية ومن نحب، واللحظة الراهنة التي نعيشها. بالعراقي انتبه لنفسك. أنا ويام رائدة أعمال من العراق. وبالمصري خد بالك، أنا أشرف يحيى رائد أعمال من مصر. السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا خد بالك. عارفين إيه هو دلوقتي أرخص حاجة في مصر؟ فكر معايا كده، إيه أرخص حاجة في مصر دلوقتي؟ سيرة الناس. للأسف بقينا نفتح موبايلاتنا، أول حاجة ندور عليها ضحية، كومنت، ونشير، ونرجع ننام بالليل ونقول اللهم احفظنا، احنا ضميرنا مرتاح. حتى النقد احنا عدينا ده بمراحل، بقينا جزارين شاشات دلوقتي. نشوف دلوقتي الحادثة في الشارع، بدل ما نجري نلحق المصاب طلع التليفون ونصور. طب تخيل كده ان الشخص اللي بيصور ده ابنه هو اللي بيموت او بيتعور بكرة، وحد تاني بيصوره بدل ما يغطيه. احنا بعنا الستر شوية ريتش، بقينا ننصب محاكم لغيرنا واحنا بيوتنا من ازاز، نقطع في فرقة واحدة متطلقة، او حد خسر شغله، او بنت غلطت غلطة بسيطة. زمان كان الجار بيستر على جاره، النهاردة الجار بيعمل لجاره فضيحة علشان يلم مشاهدات. احنا فضحنا بعض لدرجة ان ما بقاش لنا وش نشوف بعض في الحقيقة. للأسف بقينا بنتاجر بوجعنا، بنصور جنازات أهالينا، وبنصور دموعنا وهي نازلة، وبنصور الخير اللي بنعمله في الفقراء. خد بالك، هو انت كده بتعمل خير؟ انت بتشتري برواز لنفسك بكسرة عين الغلبان اللي صورته. لو شفت مصيبة قامتها بالسكوت. دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ نتفرج ونشير ونقول كمان حسبي الله ونعم الوكيل. يا سلام يا سلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن خيرا او ليصمت. زمان كان المصري لو شاف خناقة يجري يحجز، ولو شاف ست كبيرة شايلة شيلة تقيلة يسبقها ويشيل عنها، ولو شاف منظر أو فضيحة يرمي غطا. النهاردة إيه اللي جرى؟ ليه بقينا أول حاجة نطلع الموبايل ونصور بدون تفكير؟ للأسف السوشيال ميديا حولتنا من ناس حقيقية لناس بتتفرج. بقينا نبص للمصيبة كأنها محتوى مش وجع ناس. بقينا بنهتم بشكل الصورة أكتر من روح البني آدم اللي قدامنا. أحكي لكم قصة ست غلبانة كانت ماشية في السوق شايلة شنط، اتكعبلت والشنط وقعت منها. تفتكروا الشباب اللي كانت واقفة عملوا إيه؟ بدل ما يجروا عليها يسندوها ويلموا معاها حاجتها، 3 موبايلات اتفتحوا في لحظة وبدأوا يضحكوا ويصوروها، ونزل فيديو على التيك توك مع أغنية مضحكة. ست روحت بيتها مكسورة،
مش من الوقعة بس، لأن ابنها شاف الفيديو والناس بتتريق على أمه. أول ما تشوف موقف أيا كان، خناقة، حادثة، وقعة، امنع ايدك 10 ثواني بس. ال10 ثواني دول هما اللي هيطلعوا الجدع اللي جواك. مد ايدك، ساعد، اسند، احمي، وبعد ما تخلص هتكتشف انك ما كنتش محتاج تصور، لان الشعور بالجدعنة والرجولة احلى 1000 مرة من اي ترند. لو شفت حد بيتنمر على حد في الكومنتات، ادخل قول له عيب. ولو شفت حد بيصور حد بدون علمه، قول له غلط. للأسف الشديد احنا دلوقتي بقينا عاملين زي الناس المسخ. درب نفسك انك تكون انت الحيطة اللي الناس بتتسند عليها، مش الكاميرا اللي بتصور وجعهم. الشهامة مش في بوست بتكتبه، الشهامة في موقف بتاخده. السوشيال ميديا ممكن تخليك مشهور، لكن عمرها ما هتخليك راجل بجد. الجدعنة مش في البوست، الجدعنة في الستر. يا جماعة الشاشة دي بكرة هتطفي، والبوستات هتختفي، والناس اللي بتسقف لك على الردح وعلى الفضايح هي أول ناس هتنهش فيك أول ما تقع. اوعى تبيع إنسانيتك علشان خاطر الترند عمره ساعات. افتكر اللي بيستر الناس ربنا بيسخر له اللي يستره. واعرفوا إن البيوت أسرار، والقلوب أمانات، والأعراض مش محتوى. قبل ما تدوس شير افتكر إن في ربي مطلع، وفي بكرة مش هيسيبك. خلونا نرجع بني آدمين قبل ما السوشيال ميديا تحولنا المسخ ناكل بعض. افتكروا دايما إن صورة الجدع بتعيش، وصورة المصوراتي بتموت مع أول سكرول. اختار انت تكون مين. والسلام.